السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا بينا نعمل معانا مشروب دافي دافينا في الشتا ده. دي نص كوباية جوز هند، نص كوباية لبن بودرة، نص كوباية رز مطحون، 3 معالق نشا، ومعايا هنا نص كوباية سكر بودرة، وهنا معايا المكسرات اللي هحطها فيها دي اختياري. معايا هنا سمسم، فول سوداني، وجوز عريض، ومعايا هنا كيسين فانيليا. طبعا بدأنا نعرف احنا هنعمل ايه. سحلب يا جماعة، يلا بينا نعمله سوا. طبعا انا نزلت اجيب سحلب، لقيت رقم وهمي. دي البولة اللي هنقلب فيها، هنحط كل المكونات فيها ونقلبها كويس جدا مع بعض، ونعبيها في البرطمان بتاعنا الجميل، ونحطها في التلاجة. عايز تحطها في التلاجة، عايز تسيبها برا، ده شيء اختياري. طبعا انا نزلت اجيب السحلب، لقيت رقم مهول، فحبيت انا اعمله في البيت واوفر عليا ان انا اشتريه من بره بالرقم الخيالي. انا ما بحبش اعمل كمية كبيرة مرة واحدة، بحب اعمل كمية صغيرة، وكل ما يخلص اعمل كمية بدلة. لو انت عايزة تعملي كمية كبيرة مرة واحدة، ده شيء يرجعلك. طبعا انا بحب اعمله بلبن، لو انت عايزة تعمليه بمية برضو ده شيء اختياري، يدوب انت بتحطيله السكر على ذوقك وبتسويه، مفيش فيه اي حاجة. طبعا هنا بعد ما بنحط المكونات كلها على بعضها، هنحط الفانيليا والمكسرات ونقلبها كويس جدا، ونعبيها في البرطمان بتاعنا ده، طبعا جوز الهند، وبنعبيها في البرطمان بتاعنا زي ما قلتلكوا، بتحطي في التلاجة او بتحطي برا، ده شيء خاص بيكي انتي. بنحط الفانيليا وبنقلبه كويس جدا، ونعبيه في البرطمان بتاعنا الجميل. وهسوي معاكم كوباية دلوقتي واوريلكوا قد ايه بيطلع جميل وزيه واحسن من بتاع بره كمان. على الاقل هنا انت عارفة انت حاطة فيه ايه، مش هتشتريه بتبقى مكوناته مجهولة. هنا طبعا هنعبيه في البرطمان ده عزيز عليا قوي. هنحطه فيه ونقفله كويس علشان ما يشمش ريحة مننا او يلقط ريحة من اي حاجة. العلبة دي طبعا انا بحط فيها مكسرات زيادة علشان احطها على وش السحلب بعد ما بسويه، بيديله طعم زيادة وبيبقى طعمه حلو جدا. يلا بينا نسوي السحلب ونشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا ده شكل السحلب بعد ما سويته، مش قادرة اقول لكم ريحة الفانيليا فيه عاملة ازاي، وطعمه حلو جدا. وكانت معكم وصفة جديدة من أكلة وفضفضة، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش في اللايكات وفي الشير وفي الدعوات. نورتوني.